يعني عبد العزيز أرجو أن تحافظ على سلامتك أولا، أرجو أن تحافظ على سلامتك. من أين يأتي إطلاق النار عبد العزيز؟ هل من المروحيات التي تتحدث عنها؟ إطلاق النار يأتي من الطائرة أحمد. الآن 4 شهداء حولي الآن في المنطقة التي أخذ فيها كل الرصاصات في المخ، كل الرصاصات في المخ. عبد العزيز ابتعد، أن تحافظ على سلامتك لو سمحت، ابتعد عن هذا المكان قليلا. إلى نفس المكان أحمد، الطائرة الآن تأتي إلى نفس المكان. عبد العزيز الآن الدماء تملأ شارع رمسيس بالتحديد. أنا الآن أمام مستشفى الهلال، حولي الآن 4 سقطوا كلهم أحمد، كلهم رصاصات نافذة الرأس والرصاصات مصدرها الطائرة دي طائرة تابعة للجيش للقوات المسلحة عبد العزيز. رغم هذا القصف أحمد هناك لا زال توافد على الميدان من محطة مترو غمرة. هناك يحاول أن يقوم بعمليات إسعاف، لكن يبدو أنهم بالفعل يعني فقدوا حياتهم بعد الحالات التي أمامي الآن. يا عبد العزيز، هذه المروحية تابعة للقوات المسلحة أم الشرطة؟ التي سقطت عليه أحمد الآن يعني يحاول المسلمين أن ينتقلوا حموا وينتقلوا بحثا لتجنب ما تطلقه الطائرة من رصاص، لكن الرصاص كما قلت يصيب بعض المتظاهرات بين الحين والآخر. يعني ما رأيتهم سقطوا حتى الآن أحمد، ليس بينهم إصابات. عبد العزيز أرجو أن تؤمن نفسك، عبد العزيز أرجو أن تكون في مكان آمن. هم سقطوا مباشرة. أحمد الأعداد هنا رغم أنها أعداد كثيرة إلا أن الرصاص اصطاد بين الحين والآخر عددا من المتظاهرين. كل الخط كما قلت لك أحمد ليس من قوات نراها بعيننا، هو من الطائرة، وربما يكون بعض الرصاص يأتي من الأعلى أيضا من الطلقة. يكون المتظاهرين أنهم متمسكين فوق المباني. كل المباني يتعاقب بها عدد من القناصة. لا زال التساقط مستمر حتى اللحظة أحمد. هناك أيضا اثنان الآن يسقطون أمامي في شارع رمسيس، وهناك لا زال توافد من محطة ميدان غمرة. يعني هناك حديث من الصحفيين حدثونا على ان مستشفى رمسيس تحول الى ما يشبه المستشفى الميداني وبه عدد كبير من الجرحى. اذا المشهد الذي اراه الان من يتحدث فيه فقط الطائرات، وربما قد يتحدث عنه المتظاهرون، لكن الطلقات تاتي من الاعلى. وبين الحين والاخر يتساقط ضحايا ويتساقط شهداء. الان كل الشوارع تقريبا التي يتحرك فيها المتظاهرين تحلق فوقهم الطائره على ارتفاع بضعه امتار. لا نعلم اين ممكن ان يختبئ المتظاهرون الان في هذا الشارع الكبير. يعني شارع رمسيس وشارع واسع وليس فيه سواتر. والان الطائره تحلق من جديد على بعد امتار احمد. الان القناص الأخرى ينظر الى المتظاهرين. إذا هي حالات استهداف مباشرة. من رأيكم الآن قضوا محضرهم برصاصات مباشرة في الرأس. ليس إصابات، وأيضا لمن سقطوا حتى الآن. والمعركة الآن بين المتظاهرين في شارع رمسيس وبين الطائرات الهليكوبتر وليس بين أي شيء آخر. طيب عبد العزيز، فقط أكد لي هذه الطائرة تابعة للقوات المسلحة وليست للشرطة؟ على الأقل في المسافة التي أراها. الطائرة تابعة للقوات المسلحة يا عبد العزيز أم للشرطة؟ نعم، هي طائرة القوات المسلحة، وليس بها أحمد قناص واحد، وإنما عدد كبير من الضباط يحملون مدافع ويحملون يحملون بنادق. يبدو انها بنادق آلية. الرصاص يطلق كزخات. هي ليست طائرة واحدة احمد، تقريبا 3 طائرات ياتون من كل الاتجاهات. احداها الان تتمركز مرة اخرى فوق جريدة الاهرام، فوق مبنى جريدة الاهرام، لتكون مباشرة بمواجهة الشارع القريب من ميدان الفتح. ونسمع زخات رصاص تنطلق من هذه الطائرة الآن. سأعود إليك مرة أخرى عبد العزيز مجاهد، زميلي عبد العزيز.